ما عمرني ما فقدت الامل في الله سبحانه وتعالى ولو ثانيه وحده. كيجيو اوقات كتكون حاقد ما راضيش على شنو واقع لك في حياتك، وهذا الشيء عادي، كنبقاو كلنا بنادم وكيجيونا واحد اللحظات ديال الضعف، ولكن ما عمرك ما تفقد الامل في الله سبحانه وتعالى. ربما هذوك اسوأ اللحظات اللي كدوز في حياتك هما السبب اللي غيخليك توصل لكثر من داكشي اللي كنتي كتحلم به. الحياة كنصحابوا راسنا بعد مرات صافي غرقنا وما بقى عندنا حتى شي حل، المشاكل دايره بينا من كل جهه وصافي حصلنا، وهذا الشيء سببه هو انه كنبداو نشوفوا المشاكل والحوايج اللي ناقصينا كلهم دقه واحده، ولكن الا خدينا مشكل بمشكل غادي نلقاوه باللي ماشي شي مشكل كراف ونقدروا نلقاو ليه حتى الحل ديالو. ما عمرك تخلي الافكار السلبيه تسيطر عليك، والمشاكل ديالك قد ما بغات تكون الا فرتتناهم المشاكل صغار غنقدروا نلقاو لهم الحل. غلط اللي كديروا كتجيكم الفكره وكتبقى تدورها في راسك بزاف حتى كتولي تبان لك فكره عاديه، ملي كتبغي تلونسيها ما كتقدرش، كتبقى تقول الناس غيقولوا، صافي جاتك الفكره طبق، ما تبقاش تسنى الراي ديال الناس، ما تبقاش تسنى، العمر راه غادي وانت ما غاتعيش جوج مرات، راه حياه وحده خصك تبروفيتي فيها الماك، وهذيك الفكره اللي غادي تطبقها نتايا هي اللي تنجحك في حياتك وتوصلك لشي حوايج عمرك توصلتي لهم. الحياة هذه فاش تفيق في الصباح عرف راسك غتكون يا اما الصياد يا اما الفريسة، حقك ما كاينش اللي غيجيبوني وحتى واحد ما غيجيب لك الربح كتنوض انت كتشقى عليه، وشوف راسك انت شكون بغيتي تكون، واش بغيتي تكون داك الصياد اللي كينوض ويتقاتل ويمشي يشقى على راسو ويجيبها من فم السبع، ولا بغيتي تكون هذاك الفريسة اللي جالس وكيقول البلاد ما عطاتناش وحنا؟ الاختيار عندك، لذلك ركز وخدم على راسك وما يكون غير خير. كان وصولي لما اريد سيؤذيني، اخبر الاباء انني قادر. معايا ان كاع داكشي اللي باغي انت، كاع الاحلام ديالك، كاع داكشي اللي باغي كاين من مور الان. بغيتي تحقق نتائج كبار خصك تفيق الصباح بكري، خصك تالم. بغيتي تربي العضلات خصك تالم. بغيتي تنجح خصك تالم، خصك تعلم باش تعلم باش توصل، باش تقول انا كاين. اذا كان وصولي لما اريد سيؤذيني، اخبر الاباء انني قادر. انت وحدك اللي مسؤول دابا على حياتك. ربي خلقنا كل واحد بوحدو باش كل واحد يكتب ستوري ديالو بيدي، واريفر شنو كنتي باغي دير خصك تعرف بلي راه كاين غير انت والله معاك. هذه حياتك والقصه ديالك انت بوحدك، كتبها بيديك وما تسناش شي واحد اخر يجي يكتبها لك.